ناخد الشخصية التانية المتجهة ضد. ايه مشكلة المتجه ضد؟ المتجه ضد عنده شوية معتقدات، بيقول لو انا الاقوى، لو انا الاكثر خبرة، لو انا الاشطر، لو انا عندي مهارات اكتر، وده ابو العريف اللي شفناه في القصة، انا هتحب واتقدر. هيحبوني على ايه لو انا ما عنديش مهارات وعنديش امكانيات؟ بيبقى متنافس، يعني علاقاته مع الاخرين، انا احسن ولا اقل، مين اشطر مني عشان ازيد عليه في الشطارة، عشان ابان انا الاقوى ويحترموني اكتر ويقدروني بناء على ان انا الاقوى. عايز الاخرين يحتاجوا لي ويحتاجوا لخدماتي بس عشان اسيطر عليهم واتحكم فيهم. تلاقوه طاووس منتفخ لما بيخدم الاخرين غرضه يسيطر عليهم ويخدمهم عشان يشعر بالتفوق ويشعر بالعلاقات الفوقية، انا اعلى، فانا اقدر، فانا اكثر مهارة، انا اكثر خبرة. العلاقات دي مش علاقات صحية، ما عندوش الندية والمساواة، ما عندوش حتة انا اعمل حتة واخويا يعمل حتة واحنا نكمل بعض. والرسل وهم بيخدموا مع المسيح وقعوا في الفخ ده، مين أعظم ومين أقدر ومين أقرب للمسيح ومين اللي يقدر يأثر على المسيح أكتر. الشخص ده بيكون عنده ثورات عنيفة مع رموز السلطة والمنافسين ليه. لو المفاتيح مش في إيده والقرارات مش عنده، بيبقى ما عندوش أمان. أمانه إنه هو اللي بيسير كل المنظومة، لو ما اتخدش برأيه يتعب جدا. وشوفنا في الكتاب المقدس أخي توفل لما كان مع أبشالوم، وأبشالوم رفض مشورة أخي توفل وأخذ بمشورة حشاي الأركي، أخي توفل أوصل بيته ومضى وخنق نفسه لأنه رأيه ما اتخدش بيه، فكده قيمته كلها بالنسبة له ضاعت. بيبقى أحيانا عدواني ويبقى منتقم، بيبقى كمالي عشان يعمل حاجة بيرفكت، فيبقى محدش بينافسه في الكمالية بتاعته. كمان بيحس قوي بنفسه وضعيف الحساسية قوي بمشاعر واحتياجات الآخرين اللي حواليه. لما يتكلم مع نفسه يقول لازم أبقى مقدر من الجميع ومحبوب من الجميع عشان أحس بقيمتي. لازم يعرفوا أنا مين، ولازم أكون أنا دايما الأقوى في كل الأحوال وفي كل المواقف. الشخصية النموذجية اللي بيستخبى وراها الشخص المسيطر المتجه ضد ده شخصية القائد والزعيم والشخص اللي بيتصدر في الواجهة دايما. دي مش شخصيته الحقيقية، هو مش قائد حقيقي، هو شخص مسيطر يلبس قناع القيادة. نصيحة للشخص ده لو عايز ينمو وعايز يدور على قيمته الحقيقية، يشوف ربنا خلقه ازاي على صورته ومثاله، ازاي دفع فيه دم ثمين دمه، ازاي اتصلب علشانه، ازاي قيمته في انه هو يعيش لرسالته بتواضع، ازاي قيمته في انه هو يقبل على الحب ويعطي الحب الآخرين، ازاي قيمته عضو من أعضاء الجسد. ما هواش الكل في الكل، وكل الأعضاء ليها أهمية متساوية. لو عايز ينمو ويصلح المنظومة اللي مش كويسة اللي عنده، يسمع ويسأل ويستشير الآخرين ويكون قائد بتواضع، يأخذ برأي الآخرين ويسمعهم ويرفض السيطرة على أي حد.